الإخوان المسلمين جزء من الشعب المصري، سواء اتفقت معهم أم اختلفت معهم، هم جزء من الشعب المصري، يملكوا رقعة من هذا الشعب المصري، ويجب أن يشاركوا في الحياة السياسية. كوني أنني أقول أنهم جماعة محظورة، هذا في رأيي عدم نضج سياسي، لأن إنهم لا جزء من النظام من الشعب المصري، يجب أن يكون لهم حق في إبداء آرائهم، وإنما في ظل قيم اتفقنا عليها. هناك خطوط حمراء في كل دولة موجودة في الدستور. في الدستور الألماني على سبيل المثال لا يمكن أن تنشئ حزب نازي، إنما من حقك أن تنشئ حزب فئوي زي حزب العمال في الولايات المتحدة، في المملكة المتحدة، في إنجلترا. هناك الكثير قيم أساسية نتفق عليها، وإنما كل إنسان مصري يجب أن يكون له حق في أن يشارك في الحياة السياسية، وأن تكون له نفس الحقوق ونفس الواجبات في إطار الخط الأحمر الذي يضع والقيم الأساسية التي نتفق عليها جميعا في ظل دستور يتم تقنينه عن طريق لجنة منتخبة من كافة فئات الشعب.